ما يمارس اليوم في لبنان بحق السوريين ظلم ظلم ظلم. أنا أعرف هذه الخطبة لن ترضي الكثير وراح تزعل نصف الكوكب الأرضي، ما مشكلة، المهم أن يرضى الله، ولن نخون أمانة هذه المنابر ولو على قطع أعناقنا. لماذا اليوم كل هذا الغضب على السوريين؟ أقول وبكل صراحة، مشكلة السوريين الوحيدة والأولى والأخيرة لأنهم مسلمون. نعم، لأنهم مسلمون. هذا الأمر هو الذي ولد لدى البعض هاجسا وتخوفا من امتداد ومن خطر ديمغرافي على لبنان، فحرك العنصرية النازية البغيضة لتقود حملة عدوانية بعيدة عن القوانين الحقوقية للإنسان وعن الأعراف الدولية وعن كرامات البشر. وهذا الذي شهدناه في الفترة الأخيرة. صار يعامل مطلق سوري مجرم. يعني ما شاء الله، كان لبنان سويسرا بعمرانه وازدهاره وإجا السوري خربه. ونسينا ما فعله السياسيون من سرقة البلد، سرقة الودائع وسرقة الكهرباء والمؤسسات، الذين أهلكوا الحرث والنسل وحولوه إلى مزرعة ومزبلة. وجينا بنحط هلأ كل الأزمات الكونية بظهر السوري. أنا لا أقول السوري ولي وما بيغلط، وأنا مع ترتيب أوراقه وأموره، واليوم أبلع بكرة، ولكن ليس بهذا الشكل. حتى السوري لما بيغلط دور وبحبش بتلاقي مين مغطيه ومشغله؟ خواجة لبناني. من رؤساء المافيات في لبنان، سواء بالدعارة أو المخدرات أو السرقات أو غير هيك. ما نحن بلدنا وحارتنا ضيقة وبنعرف بعض. حاج كل ما صار أمر السوري شو ساوى السوري 12 سنة وانتوا عم بتبصوا دمه عبر مساعدات الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة. كم وظف من شبابنا العاطل عن العمل؟ هلا بطلتوا تستفادوا من السوري، بطل بيسوى السوري. كم حرك من عجلة التجارة عندنا، عجلة المطاعم والأسواق والمحلات والمطار، ولك حتى المساجد الآن خلي السوريين بيطلعوا برا المسجد. كم يبقى عندنا؟ القليل من يحرث أرضنا ويقطف ثمارنا ويبني عمراننا ويحمل أثقالنا غير السوري. لسه أجار الشاب $2 وأجار البنت $1. وين في هيك أجار بالعالم؟ بعدين ليش نضحك على بعض؟ مين اللي بيشتغل شغل السوري؟ اللبناني أبو قرافي وبرفان وصباط ملمع ونومي حتى الظهر. لك حاج بقى شيلوا هالضيقة العين ولا تنطر شيء حول العالم. 5 أضعاف الشعب اللبناني برا لبنان. بتحبوا العالم يعاملكم مثل ما عم بتعاملوا السوريين؟ بعدين لما كنتوا تحكوا عن النزوح كونوا منصفين. هناك نزوح في لبنان من كل الطوائف. ليش بدكم تسووا نازح بسمن ونازح بزيت؟ وإذا بدكم تحكوا هيك بالعكس، السوري أحق لتراب الأرض وصلة القرابة وجغرافية الأرض، والفلسطيني صاحب قضية. وإذا بدنا نجي نحكي عن فلسطيني يحتاج إلى خطبة. ما في حدا ظلم بهالأرض قد الفلسطيني، في حين النازح اللي غيره تملك وتوطن وتعامل أحسن، وحتى صار بيحكمنا كمان، وحتى صار بيطلب بخروج السوري للأسف. وبرجع وبقول عم يتحاربوا لأنهم من المسلمين، ونحن نعلم كم أنفقت من نفقات عالية وكم أسست من مراكز في عقر دارنا ومن حول مخيماتهم لتبديل دينهم. بدل دينك وكل أمورك بتنحل وما في مشكلة. من عمي شايفين كل شيء. كلمة أخيرة، نحن لا نريد الفتنة. وأقول أبو سفيان يوم فتح مكة قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ونحن نقول: من دخل ديارنا وقرانا وأحيانا فهو آمن. والمساس به مساس بنا، لأن اعتبار الدين عندنا فوق كل شيء. ما في عندنا في ديننا أردني وفلسطيني وسوري ولبناني. عندنا إنما المؤمنون إخوة. عندنا المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. عندنا
عندنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، واللي عنده غير هيك واللي بيفكر بغير هيك عنده خلل في عقيدته.